الأخبار الموجزة ليوم الثلاثاء. تم توقيع اتفاقية بين وزارة الإرشاد والحج والأوقاف ولجنة الحج والعمرة السعودية للحج والعمرة عام 1444 هجري. بعد جهود السفارة الأفغانية في إسلام آباد، تم إطلاق سراح 294 سجينا أفغانيا من سجن كراتشي بباكستان. تم إنشاء سوق على الحدود المشتركة بين أفغانستان وأوزبكستان لبيع وشراء منتجات البلدين. التقى المساعد السياسي لرئيس الوزراء مع وفد كبار العلماء من مصر والسودان وليبيا وفلسطين. تم نقل دائرة الحقوق من وزارة العدل إلى المحكمة العليا. تم توزيع مواد غير غذائية على 291 أسرة عادت إلى البلد في منطقة الوادي بوم في مقاطعة بادغيس تحت إشراف إدارة التنمية الريفية وإعادة الإعمار وبمساعدة مالية من اليونيسف. اتخذت الإمارة الإسلامية لاستقرار الاقتصاد في البلاد خطوات ملموسة، حيث وصل مستوى الصادرات إلى 1424 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 1401 هجري شمسي، بينما بلغ مستوى الصادرات في الأشهر التسعة الأولى من عام 1399 هجري شمسي وعام 1400 هجري شمسي من الإدارة السابقة 434 و478 مليون دولار على التوالي. في شهر أغسطس 1401 تم استيراد ما مجموعه 3503 ناقلة بوزن إجمالي قدره 138,484 طنا من النطف والغاز ومشتقاته عبر الموانئ، وفقا لتقرير دوائر الموانئ للوكالة الوطنية للمواصفات والمعايير. تم تثبيت ضمان الجودة من قبل الوكالة الوطنية المذكورة.